لو انت ما شفتش الاجزاء اللي فاتت من حكايه كارون يبقى خش شوفها الاول. في الجزء اللي فات شفنا ظهور الدوده العملاقه، وبيواجه صحابنا صعوبات ومخاطر كتيره، وبيقابلوا روح البيت وبتكون عباره عن ولد. وشفنا مهدي الحزين وقدر يسيطر على جن، وبتكون الروح خطيره جدا وبيهجم على ايسي، وكانت خلاص هتموت ولكن تدخل كارون وينقذ ايسي. دي نهايتك خلاص. ترى اللي هيحصل، وهل يا ترى هيقدر يهزموا هذه الروح الشريره ام لا، وهل هيقدروا يسترجعوا جن ام لا؟ وعشان ما اطولش عليكم اكتر ما تنسوش الاشتراك في القناه واللايك الجميل على الفيديو، وما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتعالوا بينا نكمل باقي الحكايه. بنشوف تصادم كارون مع جن وكان قوي جدا، لكن بتفوز الروح على كارون وكان هيوجه ضربه تانية، لكن يمسك كارون ايسي ويهرب بسرعه. انت مش هتفلت بفعاليتك ديت. وبتهجم الروح على كارون ويفضل يهرب منه، لكن الروح بتوجه العديد من الضربات وتصد ايسي واحده منهم، ولكن يقعوا ولكن يطلعوا ويهربوا من المكان. وتخرج الروح وتشكره ايسي، يقول لها في مشكله هنا، ونلاقي في حاجه بتخرج غاز وتعرف تدين الارض باضعاف العدو بصعقه كهربائيه او برش سوائل سامه، يعني هو كده هيموتهم بالسم وهو مستخبي. احنا لازم نهرب من هنا بسرعه، ولكن احنا نهرب ازاي؟ ده المخرج عالي جدا. هي دوده ما عندهاش نقطه ضعف وبتكون ضوء الشمس، هي بتستحملش الاشعه فوق بنفسجيه ولا تبعثها الشمس، لكن احنا نخرج ازاي الشيء بهذا الحجم؟ يقول لها كارون انا ممكن اخرجك لوحدك. وتقول له طب انتوا هتخرجوا ازاي؟ انت ممكن ترمي حبل من فوق ونخرج كلنا. طب وجن دي الروح مسيطرة عليه وهو مش بيسمع كلامنا. انا هحاول اعمل حاجة لجن، وبيتحول وبيجهز نفسه وهو هيرفع ايس بكل قوته، ويقول لها تخيلي صاروخ متعدد المراحل، ويبدأ يعد ويرفعها بكل قوته وترفع نفسها بقوتها، وكانت هتوصل ولكن لا، بتستخدم قوتها وتقدر تنجح وتطلع. وبيكون كارون فرحان، لكن بيجي جن بيقول له اطمن انت اول واحد هتموت، هو انت فاكر هتهرب من هنا؟ وبتكون ايس بتدور على حبل وتقدر تعمل واحد، ولكن بيكون قصير جدا. وتجيلها فكرة تعرف ان الدود مش بيستحمل اشعه الشمس، وتمسك الورق وتحرقه وتحرق البيت كله وتطلب النجده، وبتكون عاوزه تخرج الدوده. وبيكون كارون في الوقت دوت بيهرب من جن، وكان جن بيهجم عليه بسرعه ويتفاداها كارون، ولكن بيهجم تاني وبيهرب كارون بسرعه، لكن ده سريع جدا ويجي من تحت وبيهجم عليه كارون، ولكن ده جسمه قوي جدا، بيجهز كوره وبيهجم عليه ويضربه، كان خلاص هيموته لكن بيهرب منه. انت كل شويه بتهرب مني، لكن ده كويس، انا عاوز العب بجديه، انا هستهلك الجسم ده لاقصى الحدود. ويبدا ينزف، وده بيكون بسبب سم الدوده. وبيقول له خلاص كده انا هخلص اللعبه. بيهجم عليه ويتفاداها كارون، لكن بيفعل بيت ملعون وبيحبس كارون جواه وما يقدرش يخرج، وبيدخل جن جوه. حان وقت اللعب، ويبدا جن يضرب في كارون كل شويه. ده مستمتع جدا، ده انا هقتلك وبعد كده الدور هيبقى على البنت. ويمسكوا كارون ويقولوا انت عملت 3 حاجات ما ينفعش تعملها، واولهم انت اذيت ايسي، والتاني اذيت صاحبي، رجع لي صاحبي دلوقتي. لكن ده بيهجم عليه ويتفاداها كارون، وبيجهز نفسه بيضربه بقوه. انا هستخدم كامل قوتي، ويبدا يضربه بسرعه فائقه. ده كان هيموته ويقدر اخيرا يكسر البيت. وتالت حاجه انت استفزتني. بيفقد كارون قوته وبيغمى عليه ويصحى وبيفكر يطلع ازاي، ويقرر ياخد جن معاه. وبيسمع صوت جاي من تحت، كل العجوزه قاعده بتزعق ومش عارفه تخرج وتفقد الامل. لكن بيجي كارون انقذني يا عم وحياه امك. ويبدا كارون يجيب خشب لما يقرب منها ويمسكها، وبيحاول يخرجها بكامل قوته وتقول له اياك تقع، لكن بيقدر يخرجها ويقعوا هما الاتنين. انت ابن غبيه، قلت لك دي مش هتنفع. وبتكون ايس بره، وبيكونوا الناس بيحاولوا يوقفوا الحريق. تقول لها الظابط انت حرقت البيت، وتقول له ايوه. وده بيكون نفس الظابط اللي كان مع العيله، تقول له عليهم انهم ارتكبوا جرائم قتل، ولكن مفيش حد بيصدقها. وتقول لهم يرشوا ميه على الارض، وده علشان ده خرج الدوده. نعرف ان الدوده في موسم المطر ما يقدرش يدخل التربه تاني لانها رطبه، وفي موسم الصيف يموت تماما بسبب اشعه الشمس. واجهزه تسمى بانتحار الدوده، ولكن بيحصل زلزال وبتخرج الدوده اخيرا، وكانت بتتحرق بسبب الشمس وكانت هتموت، لكن تستخبى ورا البيت. تمسك ايس العربيه وترميها على البيت وتدمره، تتحرق الدوده وتموت اخيرا، لكن دي لسه بتتحرك. وتخرج منها عيله كايتو وتقول لها انت عملت ايه؟ انت غبيه، انت قتلت التعبان العظيم. وتقول لها انا ما عنديش كلام الفاضي دوت، انا هساعد صحابي. ولكن بيحصل زلزال شديد جدا، ويبدا بركان بالانفجار. الصوره طلعت حقيقيه. يا ترى اللي هيحصل، وهل يا ترى هتقدر ايس تنقذ صحابها ام لا؟ ده هنعرفه في الملخص الجاي. ما تنساش الاشتراك في القناه واللايك الجميل على الفيديو.